ونحن ما أحوجنا إلى أن نصل إلى النتيجة التي وصلت إليها أوروبا، ووصلت إليها جنوب إفريقيا، ووصلت إليها أمريكا، ووصلت إليها المملكة المتحدة في بريطانيا، ووصلت إليها لبنان، ووصلت إليها الجزائر، ووصلت إليها مجتمعات كثيرة غرقت في الدم. ما أحوجنا إلى أن نصل إليها بدون أن نغرق في الدم؟ ما أحوجنا إلى أن نقول أن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من العيش المشترك؟ وما أحوجنا إلى أن نقول أنه يجب أن نقبل ببعضنا البعض، وأن الفيصل بيننا هو الشعب عن طريق آلية معتمدة ونجحنا فيها في المجلس التأسيسي، هي صندوق الاقتراع؟ ما أحوجنا أن نقول أن هذا البلد يتسع لجميع أبنائه ولجميع مكوناته ولجميع آرائه ولجميع أفكاره ولجميع أحزابه ولجميع نقاباته ولجميع منظماته لكل من يريد أن يدلي بدلوه في الشأن العام، بشرط وحيد، هو أن لا يحقق أهدافه بالقوة وبالعنف. ما أحوجنا إلى أن نصل إلى هذه النتيجة بدون أن نغرق في بركة الدم. هناك للأسف بعض القوى تريد أن نغرق في بركة الدم لكي نصل إلى هذه النتيجة. يجب أن نقف جميعا ونقول ليس بالضرورة أن نعيد تجارب المجتمعات الأخرى لكي نصل إلى أن الديمقراطية هي الوسيلة الرئيسية والأداة الحقيقية التي تمكننا من أن نعيش بطريقة مشتركة. الديمقراطية هي أفضل نظام للتطور الاجتماعي، هي أفضل نظام للتطور السياسي، هي أفضل نظام للعيش المشترك. سأشرح الآن ما يسمى ب 23 أكتوبر. هناك تجاذبات كبيرة حول 23 أكتوبر، هي في واقع الأمر ليست تجاذبات حول التاريخ برمزيته، ولكن تجاذبات حول السلطة من أجل تحقيق المصالح. ماذا تقول لنا 23 أكتوبر؟ تقول لنا أنه هناك مجموعة من الأحزاب التقت في السنة الفارطة ووقعت بيان فيما بينها أن الدستور يجب أن يكتب في سنة، وهذه 11 حزب معروفة كانت ممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي. ماذا تقول لنا 23 أكتوبر؟ تقول لنا أن هناك أمر وقعه السيد فؤاد بن بزة بموجبه 23 المجلس التأسيسي ينعقد لمدة سنة من أجل كتابة الدستور وينتهي هناك. ماذا تقول لنا قوات 23 أكتوبر؟ تقول لنا أن الشرعية الانتخابية قد انتهت وأنه يجب أن تكون هناك شرعية توافقية، وهذه الشرعية التوافقية ما هو الهدف منها؟ هو تشريك القوى التي لم تصل إلى السلطة عن طريق صندوق الاقتراع ولم تحقق أغلبية ولم تشارك السلطة بعد 23 أكتوبر، تشريكها بالعملية السياسية، أي تشريكها في السلطة. هذا هو منطق الأشياء. وهذا الآن نجد أن الاتحاد العام التونسي للشغل يدير مبادرة وطنية من أجل الوصول إلى هذه النتيجة. وأنا بقدر ما أثمن دور الاتحاد العام التونسي للشغل الوطني، ولكن اسمحوا لي أن أذكره بمسألة هامة. في 25 أول شيء وعاقب على قضية المجلس التأسيسي وشرعية السنة. في 25 مارس 1956 وقع انتخاب المجلس القومي التأسيسي. هذا المجلس انتخب بأمر علي من الباب، والأمر العلي هو بمثابة القانون آنذاك، وهو يتجاوز الأمر الذي أصدره فؤاد بن بزة، لأن هذا أمر وذاك قانون، والقانون هو أقوى من الأمر بالنسبة للأمر الثاني، والأول هو قانون تحت تسمية الأمر العلي. قال لنا بضرورة انتخاب مجلس قومي تأسيسي لدسترة الحكم الملكي، أي لتحويل الحكم الملكي من حكم ملكي مطلق بيد البلد إلى حكم ملكي دستوري. ما الذي وقع؟ انعقد المجلس التأسيسي القومي من أبريل 8 أبريل على ما أعتقد 56 إلى 25 مارس 1957. ما الذي قام به في 25 جويلية 1957؟ 25 جويلية قام به. لم يلغي أمر الملك الذي بموجبه وقع انتخاب المجلس التأسيسي فقط، ألغي الأمر وألغي النظام الملكي وأقيل البال من قبل المجلس التأسيسي، ثم بعد ذلك
وألغي النظام الملكي وعوض بالنظام الجديد هو النظام الجمهوري، وعين على رأس الدولة بورقيبة في ضمن النظام الجمهوري. يعني المجلس القومي التأسيسي أعطى لنفسه جميع هذه الصلاحيات بوصفه يمثل الشعب، مع أنه لا يمثل الشعب في آنذاك، لأنه أسقط الحركة اليوسفية وكانت أكثر جماهيرية من حزب الدستور الذي تحالف آنذاك مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في إطار ما يسمى بالجبهة القومية آنذاك التي فازت بكل الأصوات. إذا ومع ذلك اعتبر قرارا شرعيا وتغير النظام السياسي قبل أن يعلن المجلس التأسيسي طبيعة النظام السياسي في دستور 1959، لأنه أعلن طبيعة النظام السياسي كنظام جمهوري بعد ذلك بسنتين، أي في 1959. الآن نحن أمام من يقول أن هذا الأمر له صبغة قانونية وله صبغة أخلاقية، وحال الأمر لا يقول هكذا. حال الأمر يقول أن السلطة التأسيسية أقوى من الأمر الذي وضعته سلطة غير منتخب، ولا نعرف كيف جاءت إلى السلطة. إذن الأمر ألغاه مجلس تأسيسي. من حقنا جميعا، وهذا من أخطاء الترويكا ومن أخطاء حركة النهضة الفادحة، من حقنا جميعا أن نقول يجب على المجلس التأسيسي أن يضع رزنامة واضحة للانتخابات، ويجب على المجلس التأسيسي أن يحدد بوضوح اليوم الذي ستقع فيه الانتخابات، ويجب على المجلس التأسيسي أن يعين رئيس لجنة الانتخابات، هيئة المستقلة للانتخابات. ولكنه لا تلغى سلطة المجلس التأسيسي إلا بوسيلتين اثنتين. هناك الوسيلة الأولى هي الانتخابات التي يجب أن نطالب بالتسريع بها في أقرب الآجال، وهناك الشعب الذي ينتفض كل مرة كلما يشعر أنه لم يعد له أي مكانة، وأنه وقعت اغتصاب إرادته اغتصابا كاملا من قبل الدولة. إلى اليوم الشعب لم تغتصب إرادته اغتصابا كاملا من قبل الدولة ما بعد 14 جون. ولكن إذا خرج الشعب في انتفاضة جديدة تمسح البلاد من سيدي بوزيد كما نرى الآن ارتدادات الثورة في اتجاه مختلف المناطق في الجنوب والشمال والشرق والغرب، فإننا ورفع شعار إسقاط المجلس التأسيسي ورفع شعار إسقاط الحكومة، فإننا لا نملك إلا أن نقول لا صوت يعلو فوق صوت الشعب. طالما لم توجد قوى اجتماعية وسياسية قادرة على إخراج الشعب في انتفاضة جماهيرية عارمة، نقول إن المخرج البديل على المجلس التأسيسي هو مجلس تشريعي جديد، وهذا المجلس التشريعي الجديد يقع انتخابه بالانتخاب المباشر من قبل الشعب في موعد يقع تحديده من قبل المجلس التأسيسي نفسه، وهذه مسؤوليته الأخلاقية. ولا نترك أحدا يتغول على المجلس التأسيسي، لأن للأسف السلطة التنفيذية بقيادة الترويكا وحركة النهضة تغولت على المجلس التأسيسي. ولولا أن السلطة التأسيسية، وهذا ربما من طبائع الأمور ومن منطقها في إطار لعبة الأقلية والأغلبية، ولكن يجب أن نقول أن الأصل هو سلطة المجلس التأسيسي وليست سلطة الحكومة. ويجب أن يبحث المجلس التأسيسي بنفسه عن آليات حقيقية ليراقب سلطة الحكومة وليسترد السلطة في يده ولا يتركها إلى أي كان، حتى وإن كانت حركة النهضة ومعها التكتل ومعها المؤتمر هم الأغلبية. لأننا رأينا أنه في التصويت على الفصل الأول من الدستور الأغلبية والأقلية تغيرت. في البداية رأينا كيف أن معناها الانتخابات كانت التصويت كان 89 ضد 84، 89 ضد 84. ال 89 اللي صوتوا للفصل الأول من الدستور فيهم نهضويين وفيهم تكتليين وفيهم من المؤتمر وفيهم قوى أخرى في كتل أخرى، ومع هذا كانوا 89 فقط، وهناك 84 آخرين صوتوا وكانت فيهم يعني معناها فوسائية سياسية كاملة. يعني الخريطة في المجلس التأسيسي يمكن أن تتغير بطرح نقاش حقيقي في وسط المجلس التأسيسي حول القضايا الهامة. الواقع أن المشهد السياسي في تونس تأثر تأثرا كبيرا بهذه السنة من السلطة من الحكم. وهذه السنة من الحكم أنا في الواقع أرى أن حركة النهضة وحزبها وحكومة الترويكا قد منحها الشعب فرصة حقيقية لتصلح أمر البلاد. جاءوا يعني من الفيافي، جاءوا من التاريخ، جاءوا من السجون، جاءوا من المعتقلات، جاءوا من المنافي، جاءوا من التشرد، جاءوا من البطالة، جاءوا من لماذا؟ قال لهم الشعب على طبق من ذهب هذه السلطة
وعليكم أن تصلحوا ما أفسده نظام بن علي وما أفسده نظام بورقيبة. لكنهم ترددوا كثيرا للأسف، ترددوا كثيرا ولم يأخذوا القرارات المناسبة في اللحظة المناسبة. والآن من داخل الترويكا نفسها ومن داخل النهضة نفسها يقولون أننا لم نكن صارمين ولم نتحمل مسؤوليتنا بالقدر الكافي، وإلا لما كان أن يتطاول علينا المتطاولون. وأنا أقول هنا أعود إلى نداء تونس، ما كان نداء تونس ليظهر لولا الفرصة التي وفرت لها حكومة النهضة وحكومة الترويكا، لأن نداء تونس قام على منذ يوم 26 جانفي. في 26 جانفي خرج أول بيان لنداء تونس باسم نداء تونس، وأنا كنت أول من علق عليه في الصحافة. نداء تونس قام على قضية على مسألة رئيسية شكلية وليست مضمونية. المسألة هي لماذا لم يحدد موعد الانتخابات، ولماذا لم تحدد تاريخ هيئة الانتخابات، وكيف نحافظ على المكاسب التي هي مجلة الأحوال الشخصية والتي هي مدنية الدولة وغيرها. هذه أشياء من المفترض متفق عليها. هذه كالدم الذي يتفرق بين القبائل. لا وجود الاختلاف على مجلة الأحوال الشخصية، وإن كانت هناك إرادة لتطويرها من أجل تحسين وضعية المرأة وليس من أجل الرجوع بها. لا وجود الاختلاف حول قضية مدنية الدولة. حتى في الإسلام الدولة طبيعتها مدنية، وهذا متفق عليه. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم أول دولة أسسها في المدينة كانت دولة مدنية ومحكومة، لم تكن محكومة بالقرآن الكريم، كانت محكومة بدستور المدينة بالصحيفة. الصحيفة نظمت العلاقة، إذن هي دولة مدنية. والدولة التي أسسها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وما بعد كلها كانت في إطار حلقات مدنية الدولة. لم تكن دولة دينية بالمرة، ولكنها يمكن أن تستمد تشريعاتها من الديانة الإسلامية ومن الشريعة الإسلامية، وهذا يحدث في كل المجتمعات الإسلامية. وفي المسيحية يستمدون النصوص، يعني أصل التشريع واسع. إذن مدنية الدولة لا اختلاف عليه. لماذا تركوا لهم هذه الفرصة لكي يراكموا سياسيا على أشياء تشكل مسلمات؟ تحديد موعد الانتخابات، تحديد هيئة الانتخابات، مدنية الدولة، وحقوق المرأة. هذه 4 نقاط التي أثارها بقيادة سبت. وإلى اليوم هذا، يوم الناس هذا، نداء تونس لم يخرج ولم يقدم أي برنامج سياسي. وأنا من وصفته، أنا أول واحد وصفته في الإعلام بأنه ظاهر إعلامي. لجأ قائد سبسي كان يعلق أمس في حنا بعد، قال المنشط معاه، قال هذه بنت ودنك. فعلا إلى حد